بص يا معلم، لو قلت لك ان الجمبريه دي قد الجمبريه دي بالظبط هتصدقني؟ طب لو مش مصدقني تعالى اوريك ازاي. ادي الجمبريتين قبل ما يتعملوا قد بعض بالملي، بس ايه الفرق ما بينهم؟ ان واحده اتقلت بطريقه الغبار وواحده اتقلت بطريقه عجينه التنبوره. يلا بينا بقى نشوف مع بعض ايه عجينه التنبوره. هتجيب بوله حلوه زي دي تقوم كسر فيها بيضه، كوبايه ميه ساقعه هتنزل نصها دلوقتي ونصها كمان شويه. هتقلب البيض مع الميه، حاول ما تعملش رغاوي على قد ما تقدر. المفروض دلوقتي قبل ما تحط الدقيق بتحط مكعبين تلج، لان المفروض المكونات كلها تبقى ساقعه جدا، بس انا ما كانش عندي تلج فسقعت كل المكونات قبل ما ابتدي بيها. هنزل عليهم بكوبايه دقيق كامله واكمل تقليب وانا بنزل ببقيه كوبايه الميه. كده بقى عجينه التنبور خلصت، ودي الوصفه الاصليه بتاعتها. ممكن بقى تبتدي تتبلها شويه ملح فلفل بابريكا، التتبيله اللي انت عايزها. بس هل المصري يسكت على كده؟ لا، لازم يحط التاتش بتاعه. هي اصلا كده تنفش اي جمبريه تخليها قد كده، لا ده كمان جه حط عليها بيكنج باودر عشان تنفش اكتر واكتر. لازم يبقى القوام بتاعها كده تقيل. لو ما كانش معاك بالتقل ده هتبتدي تزود شويه دقيق، طب لو كان معاك تقيل هتبتدي تزود شويه ميه. المهم تظبطها لحد ما يبقى القوام كده. هنجيب بقى الجمبريتين بتوعنا الحلوين، هنحط عليهم شويه ملح شويه فلفل اسود. هنعمل واحده منهم بطريقه الغبار. ايه طريقه الغبار دي؟ الطريقه البلدي بتاعتنا اللي هي هنجيب الدقيق كده ونروح حاطين فيه الجمبريايه، وبعدين هنروح منفضينها كده فيا دوبك الدقيق يغبرها، عشان كده اسمها طريقه قلي الغبار. وهنجيب بقى الجمبريه التانيه نعملها بطريقه التنبوره، نحطها كده في الدقيق يا دوبك بس كده تاخد طبقه، بعدين هننزلها في التنبوره. المفروض بقى كده نحطها في الزيت على طول، زيت سخن تنزل فيك على طول. لا احنا كمان هنديها بقى ايه، تاتش زياده عشان نكبرها اكتر كده، ونروح هنا وهوب في الزيت على طول. عقبال بقى ما الجمبري يخلص جالي مزاج ما اعرفش ليه اجرب اقلي جمبريه بالشيتوس، نشوف هيبقى عامل ازاي. يلا بقى عك بعك. هنجيب بقى الشيتوس كده نكسره واحده واحده. يا جماعه ده الشيتوس اللي هو الحراق النار ده. نجيب بقى الجمبريه في الدقيق، ننزلها في التنبوره وهوب في الشيتوس وننزلها في الزيت ونشوف بقى هتبقى عامله ازاي. وادي يا جماعه خلصوا، وادي المنظر النهائي. بص دي عامله ازاي. تخيل بقى في ساندوتش معمول من ده وساندوتش معمول ده. طبعا انت لو حطيت 4 من دي في اي ساندوتش هينفجر، ولو حطيت من دي 4 هيبقوا مش باينين، فانت هتقول الراجل ده كريم والراجل ده بخيل او الراجل ده مغلي. يا جماعه اعرف الاول هو حاطط ايه. بص بقى عجينه التنبوره اهي ومقرمشه وجميله. افتح بقى يا معلم. بص يا معلم، انت بتاكل من الاخر عجينه. قلعها بقى الجاكيت اللي هي لابساه كده، بص هوب. بص يا معلم كان قد ايه عجينه. انت بتاكل عجينه اهي رجعت حجمها الايه الحقيقي. طيب هل معنى كده ان التنبوره وحشه؟ لا، التنبوره مش وحشه، والتنبوره ليها استخداماتها. زي مثلا في السوشي، بيستخدموا تنبوره. وزي مثلا اكله مشهوره قوي اسمها دايناميت شريمب، بيبقى عباره عن جمبري تنبوره ومعاه صوص كده اسمه دايناميت، بتبقى حلوه جدا. بس في الاول وفي الاخر لو هاكل ساندوتش جمبري كده في عيش بلدي، لا انا عايز ادوق طعم الجمبري نفسه. دي انا باكل كراست اكني باكل زلابيا. فالتتبيله اللي هتحطها فيها لو حلوه هيبقى كراست حلوه، لو مش حلوه هيبقى كراست مش حلوه. لكن للاسف في ناس كتير مش بيعملوها بقى بغرض التنبوره ومش تنبوره، في ناس بيعملوها بس بغرض ان هم يدوا حجم للجمبريه، فيبيع لك ساندوتش تفرح بيه تلاقيه مليان جمبري، بس هو في الاخر ما فيهوش اي حاجه خالص. ده كل اللي فيه 4 جمبريات. ده انت بتدوق الجمبري نفسه يعني. بص كده تحس كده ان ده بينزل في القلب. تعالوا بقى بالمره اوريكم اللي عملناه بالشيتوس عامله ازاي. شكلها خطير، جمبري بالشيتوس. تعالوا بقى ندوق كده. طب والله اختراع، بس ده اتكتب باسمي. ها جربوها برضه اهو، اختراع جديد. يلا باي باي.